تغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك من امتى واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا قولوا معانا، اهلا رمضان جانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهاردة، ان شاء الله الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم وينور رضاكم. ان شاء الله تطلعي مستفيدة كده من الفيديو بتاعي النهاردة وتاخدي افكار حلوة وتشوفي تقسيمة الفراخ اللي انا هعملها معاكم النهاردة. ان شاء الله تعجبكم قوي وهتستفيدي ان شاء الله من الفيديو بتاعي النهاردة. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. فضلا منكم تدعموني بلايك تشجيعا منكم ليا. ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب ولا يحرمني منكم ابدا. اجمل واعز واغلى اخوات على قلبي، ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب ويسعد قلوبكم ويكبر خواطركم زي ما بتكبروا خاطري دايما بتعليقاتكم وكلامكم الجميل. طبعا حابه ارحب بكل حبايبي اللي نوروني في القناه جديد. اهلا وسهلا بيكي ونورتيني وشرفتيني، وكل حبايبي اللي معايا من القناه الاولانيه ربنا يديمكم في حياتي نعمه. انتوا اعز ناس واغلى ناس وربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. بدات معاكم الفيديو فنجان القهوه القمر ده كده عشان نفوق ونصحصح ونشوف يومنا النهارده ورانا ايه. طبعا انتوا متعودين معايا ان انا دايما بربي الفراخ عندي في البيت وما بشتريش حاجه من بره، ولكن اليومين بتوع الحر دول اللي هو شهر 6 وشهر 7 انا ما بعرفش اربي خالص خالص في البيت عندي، لان انتوا عارفين ان انا بربي في البلكونه فبتكون حر جدا. فبصراحه يعني مش مانيش شجاعه قوي للدرجه ان انا اجيب فراخ واربيها في الحر ده، بخاف عليهم قوي بصراحه. فانا الشهرين دول ما بربيش. فكانت في واحده بتبيع، يعني كانت مربيه في البيت عندها وبتبيع، فانا استغليت الفرصه دي قلت ان انا اجيبه كده. التربيه بيتي برضو حاجه نظيفه احسن كتير من اللي بتبقى في المحل. يعني دي بتكون تربيه حلوه متربيه في البيت، لا واخده علاج ولا ادويه ولا اي حاجه. فلو انتي ما بتربيش وجنبك حد كده بيربي في البيت تشتري منه هيكون افضل ليكي كتير. يعني انا لو مش لو هي مش جنبي وانا عارفه ان هي اللي مربياهم وكده في بيتها، انا مش هشتري طبعا الكميه دي عندي ولا هجيبها. ولكن انا قلت ايه، انتوا عارفين ان الفراخ انا عندي الفراخ في البلكونه فراخ ساسو، ولكن حضراتكم عارفين ان الفراخ البيضه مفيش غنى عنها، لازم منها برضو ولابد منها. بنعمل بقى منها شاورما، بنعمل بانيه، بنعمل بقى فراخ مشويه، الحاجات دي كلها. انما الفراخ الساسو هي فراخ شوربه وسليق بس، يعني مش ما بتقضيش نفس الغرض بتاع الفراخ البيضه. فانا قلت اجيب الاربع فرخات دول كده يسندوا مع الفراخ الساسو اللي عندي ونعمر بيتنا كده بالخير. وما شاء الله عايزه اقول لكم ان هم حلوين جدا. بس برضو عايزه اقول لكم ان التربيه في البيت مفيش اجمل ولا احلى منها. يعني انا شاريه والله العظيم الاربع فرخات دول عاملين 820 جنيه ما شاء الله. انا بربي ال10 فرخات ما بيكلفونيش 1000 جنيه. فشوفوا الفرق، يعني ما شاء الله الفرق شاسع. يعني انا لما بشتري فراخ من بره يعني بقدر بقى النعمه اللي انا فيها، وبشوف ان انا قد ايه التربيه في البيت بتوفر عليا كتير جدا جدا، بتوفر عليا اكتر من النص بالنص كمان. فما شاء الله يعني لا، التربية في البيت بجد نعمة وتوفير ونظافة وحاجة كده قمر. وغير كمان من ان انتي نفسيتك بتكوني كده مبسوطة وفخورة بنفسك ان انتي بتعملي حاجة. عارفة اللي هو انتي بتحسي ان انتي شخص نافع في المجتمع، اللي هو انتي بتنتجي بتعملي حاجة منتجة. يعني فاهماني الاحساس ده كده لوحده؟ لا، احساس حلو قوي بصراحة. فانا من عشاق التربيه، بحب التربيه خاصه الفراخ البيضه، بحب تربيتها قوي قوي قوي، بحب اقعد جنبهم كده. عايزه اقول لكم ان انا يعني بسرح كده بخيالي وانا قاعده معاهم، بيمتصوا مني الطاقه السلبيه. والله العظيم يا بنات بكلمكم بامانه، والجماعه اللي بيربوا عارفين الكلام ده اكيد، ده احساس كل الناس اللي بتربي مش احساسي انا لوحدي. هنا كنت بقول لكم ان انا هسيب الفرخه دي، كانت اصغر واحده فيهم، كنت بقول لكم ان انا هسيبها علشان ابقى اوديها تتشوي على الفحم بره، فهسيبها بحالها كده مش هقطعها.
فطبعا خدت بقى الفراخ، خدت الصدور بتاعتها، ولكن عشان عندنا حزب كده ملوش في اكل الوراك، فسبت كده فرخه سليمه هقسم الصدر بتاعها على الكميه بتاعتي عشان خاطر اللي مش بياكل الورك يبقى موجود ايه صدر له كده. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصي بقى انا قطعتها ازاي. انا الفرخه اللي حسيت ان صدرها كويس خدتها كده خليتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا مش بروفيشنال قوي في تقطيع البانيه انا عارفه، ولكن الحمد لله ماشي حالي وبعرف اظبط الدنيا كده يعني شويه، وبعرف ان انا ايه يعني نوعا ما اخلي الفرخه واظبطها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا عارفين ان احنا الهياكل اللي بتطلع من الفراخ مش بنرميها، بنسلقها برضو وبنقضي بيها وبتبقى كلها لحم، فمفيش مشكله خالص. فيعني حتى لو انا مش بخلي كويس وبسيب فيها لحم فمفيش مشكله خالص يعني. المهم الفرخه اللي انا سبتها بحالها زي ما انتوا شايفينها كده، قطعت الورك 4 حتات وقطعت الصدر برضو 4 حتات، يعني خدت الصدر كده على 2 وكل نص قسمته 2 كمان. فما شاء الله التقطيعه دي حلوه جدا جدا، تحس كده ان الفراخ فيها بركه. طبعا حضرتك لو مش بتحبي ان انت تقطعي الفراخ وتشيليها بحالها، كل واحده فينا بتعمل اللي بيريحها والمناسب لبيتها ولاسرتها، لكن انا بصراحه بحس ان تقطيعه الفراخ دي بتكون كويسه وبيكون كده يعني ايه بتعمل معايا كميه كويسه احسن ما اعمل الفرخه بحالها كده. اللهم صل على النبي. قطعت الصدر 2 والورك 2 زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، يعني الفراخ كان وزنها كويس جدا، فما شاء الله يعني القطعه بتاعت الفرخه لا مناب محترم يعني اللهم بارك. اللي هي الحته بتاعت الفخده دي ما شاء الله يعني مناب كويس قوي قوي، وكمان الدبوسه ما شاء الله ملحمه وجميله وحلوه قوي. فانت لما تيجي دايما تشتري فراخ اشتري دايما، لو انت مش هتعمليها للشويه، لو هتعمليها مثلا في البيت صينيه او كده اشتري الحجم الكبير. كل ما الفرخه بتكون كبيره معاكي كل ما بتقطعي منها كميات حلوه، احسن ما تكون الفرخه صغيره مش هتقدري ان انت تقطعيها او تعمليها على كذا قطعه. فانا بقطع التقطيع اللي طبعا الفيديو شارح نفسه حضراتكم شايفين معايا اللي انا بعمله، هي دي تقطيعتي وهي دي تقسيمه الفراخ بتاعتي اللي انا دايما على طول ماشيه عليها. طبعا زي ما قلت لكم انا سبت بس الفرخه اللي انا هشويها سبتها بحالها دي ما عملتش فيها اي حاجه. فاللهم صل على النبي. انا طبعا اليومين دول بس يعدوا كده شهر 7 شهر 6 خلص خلاص، شهر 7 كمان وان شاء الله على نص 8 كده بامر الله تعالى لو كان لينا عمر ان شاء الله هبدا بقى ان انا اجيب كتاكيت. عايزه اقول لكم ان هي اليومين دول سعرها في التراب، يعني تقريبا الكتكوت عامل 18 جنيه، فسعرها اليومين دول حلو جدا، لان طبعا السحب على الكتاكيت بيبقى قليل قوي اليومين دول، فعشان كده هم سعرهم رخيص قوي. لان انتوا عارفين الفراخ البيضاء مناعتها ضعيفه جدا ما بتستحملش خالص خالص، فالتربيه في الحر بتكون صعبه شويه. ولكن انتي لو حضرتك عندك مثلا شقه دور ارضي او بدروم او كده بتربي عادي ما تقلقيش. انما لو انتي زي حالتي كده بتربي في بلكونه او على السطح فما انصحكيش بصراحه خالص الشهر اللي جاي ده كمان ان انتي تربي نهائي. وشهر 8 برضو بيبقى حر، ولكن يعني انا هجيب ان شاء الله على نص 8 كده، فطول ما هم كتاكيت الحر ما بيأثرش عليهم. على بال ما يبداوا يكبروا هنكون داخلنا في نص 9، فهيكون الجو بدأ ان هو يتحسن معايا، فان شاء الله ربنا يهون كده ويعدي الفترة دي بإذن الله. وزي ما انتم شايفين كده ال4 فرخات دول على الفراخ الساسو اللي عندي ان شاء الله يمشوني الشهرين اللي جايين دول بأمر الله تعالى على بال ما نجيب بقى ونربي. يعني انا بحس ان انا قاعدة كده مفتقدة التربية، لان بجد التربية خير كبير كبير كبير، ربنا يديمها علينا نعم اللهم امين يا رب العالمين. فحضرتك ممكن ان انت تستبدلي ال4 فرخات دول بفرختين 2. هتعملي ايه بقى؟ هتقسميهم على يعني هتجيبي فرختين 2 ب400 جنيه مثلا، و400 جنيه التانيين هتجيبي بيهم كيلو لحمه، يبقى انت كده مشيتي معاكي الشهر كله بالفراخ واللحوم، فاهماني؟ يعني انا جبت ال4 فرخات زي ما قلت لكم علشان انا جايباهم من واحده بتربي في البيت، فانا استنهزت الفرصه دي. ولكن لو انا مش هعمل لو انا مش هشتري، لو انا مش قاصده يعني ان انا اشتري كده ما كنتش هجيب ال4، كنت هكتفي ب2 بس، يعني فرختين بس. هنا كنت بوريكم ان انا ايه اخدت بقى اللي هو الرقب بتاع الفراخ وشايفين بقى الهياكل اللي انا خليتها طبعا كلها لحم ما شاء الله مش على عظم خالص يعني. ولميت بقى الهياكل كده. طبعا البتاع ده الرقب، طبعا الرقبه كانت كبيره فقسمت الرقبه 2 كده،
فما شاء الله دي بقى بتعمل معاكي شوربة حلوة جدا جدا جدا، جنب شوية ملوخية كده يا سلام، بتبقى أكلة في منتهى الجمال. ولكن إن شاء الله أنا ناوية إن أنا أعملهم كده في صينية بطاطس، بتدي كده طعم حلو قوي قوي للبطاطس، وبتخلي طعمها وريحتها في منتهى الجمال، ويوم يعدي وشوية رز بشعرية ويوم يعدي. هنا بقى قطعت ايه الحتت اللي ما كانتش بتظبط معايا في البانيه، او مثلا بتيجي في الاخر كده تلاقي حته معاكي مهربده، كنت بروح حطها في جنب. عملت كده طبق من الشاورما، قطعتها قطع زي ما انتم شايفين كده. ممكن ان احنا نعمل بيها مكرونه نجرسكو، ممكن نعمل بيها بيتزايه، ممكن ان احنا كمان ما نعملش بيها اي حاجه، نشوحها وخلاص ونعملها سندوتشات كده، تبقى حلوه جدا جدا في العيش السوري كده، بتبقى جميله، او الكريب برضو بتبقى حلوه جدا. هنا البانيه بقى قطعته كده زي ما انتم شايفين، عملته وجبتين اتنين، يعني اخدت من الصدرين اللي انا عملتهم عملت منهم وجبتين اتنين ما شاء الله. طبعا انا اسره مكونه من 6 افراد، حضرتك لو اقل، لو مثلا انت اسره مكونه من 4 افراد، فالكميه دي هتقدري تقسميها للضعف. يعني مثلا بدل ما هتعملي طبقين بانيه بس، ممكن تعملي 3 و4. فطبعا على حسب عدد افراد اسرتك، حضرتك بتقسمي الوجبات بتاعتك. فانا عملتها وجبتين اتنين ما شاء الله، كل طبق فيه حوالي 9 قطع، فما شاء الله حلوة جدا جدا جدا، اللهم بارك. وفي قطع كبيرة وفي قطع صغيرة على حسب التقطيع وعلى حسب وش الصدر كده. وانتي بتقطعي بتكون الوش منه صغير شوية، كل ما بتغوطي شوية تحس ان التقطيعة بتبدأ ان هي تكبر. ممكن ان انتي برضو تقسمي القطع على 2 وتعمليها الصوابع كده ستريبس، بتبقى حلوة جدا ما شاء الله. هنا برضو معايا الاجنحة خدتها ما شاء الله، بتبقى حلوة جدا بقى، ان انتي ممكن تعمليها زي الكنتاكي كده، بتبقى حلوة جدا بقى بعد ما تتبليها وتغلفيها بالدقيق ما شاء الله. طبعا هو الحجم بتاع الجناح كبير الحمد لله، حلو جدا، ولكن لما تيجي بقى تغلفيها بالدقيق بتبصي تلاقي حجم الجناح بقى الضعف كمان، فبيكبر معاكي وبيبقى حلو جدا. فتقدري ان انت دي برضو وجبة هتمشيكي يوم جنب مكرونة كده، بتبقى حلوة جدا، شوية بطاطس محمرة، وبتبقى برضو في منتهى الجمال. ممكن برضو تعمليها في صينية بطاطس، ممكن تعمليها وتحمريها في الفرن، الطريقة اللي تريحك. معايا برضو هنا عملت وجبة دبابيس، دي مكونة من 6 قطع. برضو حضرتك لو اسرتك اقل هتعمل معاكي كمية اكبر من كده، ولكن زي ما بقولك كل اسرة طبعا على حسب افراد الاسرة. فما شاء الله حلوة جدا برضو. ممكن انتي تعمليها بفيجيتار كده وتسلقيها وتحمريها، ممكن تعمليها اللهم صل على النبي برضو كنتاكي كده وتحمريها في زيت. بصي بقى يعني حلاوة الفراخ البيضة ان هي بتشكلي فيها بقى وبتعملي اللي يخطر على بالك. هنا بقى عملت ايه، عملت اللهم صل على النبي وجبتين، اللي هو لو انا مثلا حابه ان انا اعمل فراخ في صينيه كده وافرش تحتها خضار بطاطس او حاجه، او حابه اسلقها واحمرها، عملت وجبتين اتنين، كل وجبه 6 قطع برضو. فطبعا برضو زي ما بقولك لو حضرتك اقل من كده هتعمل معاكي كميه اكبر من كده. الكبد والقوانص طبعا جنب يوم كده اكل بعيش كده، يوم اكل شعبي، شويه بتنجان مسقعه، شويه بطاطس، والكبد والقوانص بتبقى في منتهى الجمال. تقدري تعملي بيها بيتزايه، صينيه مكرونه، احتري بقى واختاري واللي يريحك. هنا الفرخه بقى اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا سايباها سليمه زي ما هي، قطعتها 2 كده من الظهر من ورا، ورحت قسمها 2 كده. دي ان شاء الله باذن الله نبقى نبعتها ان هي تتشوي بره على الفحم، ونبقى نعمل جنبها كده شويه رز بسمتي. فاللهم بارك معايا 10 وجبات لاسره مكونة من 6 افراد. طبعا حضرتك لو اقل هترمي معاكي كميات اكتر. التقسيمة دي تقسيمة عبقرية وحلوة جدا جدا ما شاء الله، والنايب محترم. احنا مش مصغرة النايب قوي، بالعكس يعني المناب حلو جدا. وكمان وجبتين البانيه، شوفي البانيه سعره كام بره لو بتشتريه لوحده، شوفي سعره كام بره، يعني دول طلعوا معايا حوالي كيلو او ازيد من الكيلو كمان. والله عايزه اقول لكم ان انا بجيب النص كيلو بيبقى 5 6 حتات بالعافيه كده. فما شاء الله يعني الكمية والوفر حلو جدا. فلو هتجيبي هاتيلك فرختين مثلا على قدك، بس اهم حاجة يكون وزنهم كبير عشان يطلعوا معاكي وجبات وتقسيمات حلوة زي ما انت شايفة معايا كده. اللهم بارك، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. دي تقسيمتي، ودي اللي انا دايما بعملها على طول لبيتي. وطبعا كل واحدة فينا عارفة شمس دارها بتطلع منين زي ما بيقولوا، وعارفة طبعا ايه اللي بيمشي بيتها وولادها بيحبوا ايه وبيحبوا ياكلوا ايه. فحضرتك انا بديك الفكرة، يمكن
تفيدك وتنفعك. يمكن مثلا يعني تعرفي ان انت تعملي التقسيمه ديت وتمشي معاكي كميه كويسه، وتمشي معاكي عدد ايام كويس ويوفر معاكي. بتمنى الفيديو بتاعي النهارده كده يكون عجبكم، وطلعتي من الفيديو بتاعي مستفيده، وتكوني حطيتي لي لايك كده للفيديو. بشكرك من كل قلبي لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.